جاهز يا استاذ احمد؟ قدامنا اقل من دقيقه. جاهز يا استاذ. 3 2 1 اكشن. السلام عليكم رجالتنا رجاله اولى ثانوي، عاملين ايه؟ معاكم البروف احمد صابر، يا رب دايما تكونوا بخير. باذن الله مجهزين لكم ليله امتحان عظمه. في يا جدعان؟ يا جدعان ما ينفعش كده، في ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله بإذن الله تعالى عاملين لكم مراجعة قوية جدا جدا. هو في إيه يا جدعان؟ محمد في إيه؟ سيبك من كل اللي بيحصل حواليك، ركز معايا انا. بعدين يا عم ده عربي، شويه نصوص على شويه قراءه، واي كلمه واحده استعاره تصريحيه وكان قريبها تتلم يعني. انا عامل لك مراجعه جغرافيا هتجيب معاك من الاخر، مش عربي. شكلك انت اللي بتقطع الكهرباء. هو مين بقى مفهمك ان اي كلمه واحده استعاره تصريحيه؟ ومعلش هي مين كانوا قرايبها دي؟ لا يا شباب خدوا بالكم، العربي عمره ما كان كده. التعبير اللي انت سايبه طول السنه هعلمك ازاي تكتب تعبير باذن الله تعالى، ان كان وظيفي او ان كان ابداعي. ما تقلقش، هخليك تجيب في الدرجه النهائيه. النحو هظبط لك حركاته وتكاته، كان وكذا اللي ما لهمش قرايب خد لي بالك، مع اعمال المشتقات هظبطهم لك كلهم. الادب هي ورقه ونص بالظبط، هخليك تعرف ازاي تحل اي سؤال ادب باذن الله تعالى. عندك كمان البلاغه، مش اي كلمه واحده استعاره تصريحيه، ده انا كمان هجيبها لك الكلمه الواحده دي هجيبها لك مكنيه، وممكن كمان اجيبها لك تشبيه، ما عندناش اي مشكله. القراءه والنصوص اللي انت فاكر ان هم بيتحلوا بالحب، اوعى تكون فاكر كده، لان القراءه والنصوص ليهم مهارات معينه لازم تحل على اساسها. همسك لك العربي كله هظبطه لك باذن الله. ما تنساش المراجعه بالحجز يوم السبت 13/1 في قاعة دار الملوك الساعة 8 صباحا على طريق الجبل. لو انت من الخنكة هتحجز في سنتر جراند داون تاون، ولو انت من القلق هتحجز فيه المقر الخاص بجوار عيادة الدكتور عادل عواد. بعون الله مع نبيش بإذن الله، ألا ما تلاقيش، وهنجيب العربي في شوال. هو ده العربي يا جماعة، مش كيمياء. لا كيمياء يا أحمد يا صابر. هو أنا بعمل أي مراجعة؟ ان شاء الله عامل لكم مراجعه على الثلاث ابواب، سواء النانو او المول او المحاليل او المخاليط. هنراجع فيهم على النانو، هنراجع فيهم على الكتله الموليه، وهنراجع فيهم على المولاريه والمولاليه، هنراجع فيهم على مسائل المول وحجم الغاز، هنراجع على مسائل ناتج فعلي ونظري، هنراجع على مسائل ماده محدده للتفاعل. كل الكلام ده باذن الله في مراجعه مش هيخرج عنها الامتحان يوم الجمعة ويوم الخميس. موعدنا هتكون يوم الخميس من الساعة 4:30 لحد الساعة 6، ودي أول مجموعة. المجموعة التانية هتبقى من الساعة 7 لحد الساعة 9:30. نفس المواعيد دي بالظبط هتبقى يوم الجمعة. مستنيكوا إن شاء الله، مش هيخرج عنها الامتحان. ما طلع الكيمياء يا جماعة، مش جغرافيا اللي لو فتحت الGPS بتاعي هحلها. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. رجالتنا طلاب اولى ثانوي، انا هفهمك احنا هنعمل ايه بالظبط. بص يا سيدي، على اعتبار انك حاضر قديم او مش حاضر قديم، انا عامل لك مراجعه لما لك منهج الجغرافيا كله في فيديو واحد فقط. حضرتك هنوزع عليك ورقتين ملخصين المنهج كله، جنبهم QR كود، هتعمل له سكان هيفتح لك الفيديو اللي هيفهمك منهجك كله بتتكلم عن ايه. سواء حاضر قديم وحابب تراجع، او حتى لو مش حاضر اي كلمه في المنهج، الفيديو ده كفيل يلم لك الدنيا كلها. اما في مكانين اتنين احنا هننزل نراجع فيهم في السناتر، الجيزه والقليوبيه. بالنسبه لطلاب الجيزه، احنا موجودين معاكم ليله الامتحان يوم الخميس 18/1 في سنتر سمارت العمرانيه. هيكون ميعادنا الساعه 5 مساء، والحجز هيكون ليله المراجعه من السنتر ذات نفسه. العدد محدود يا رجاله. اما بالنسبه لاخواتنا وحبايبنا طلاب القليوبيه اللي حابه تحضر مراجعه ليله الامتحان، ان شاء الله المراجعه هتكون في سنتر جراند داون تاون يوم الاربعاء 17/1 الساعه 5 مساء. طلاب القليوبيه الحجز بتاعهم هيكون مسبق. طب هحجز ازاي يا مستر؟ هتكلم الرقم اللي يظهر قدامك دلوقتي ده، تبعت له رساله على الواتساب وقول له انا عايز احجز مراجعه الجغرافيا لاولى ثانوي. هيدي لحضرتك كود احفظه علشان تعرف رقمك كام في الحجز وتيجي تحضر بيه. العدد محدود يا شباب، لاني بمجرد اكتمال العدد مش هنقدر نقبل طلاب جديده. مراجعه السنتر دي يا مستر هنعمل فيها ايه؟ هقول لك يا سيدي، انا هديك ورقه واحده اسمها ورقه شفر، باذن الله هنحل فيها حوالي 30 فكره سؤال. روح تاني يوم الامتحان لو خرج عنهم سؤال تعال حاسبه. سلام.